السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم على قناة إبداعات ندى. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم وصفة جميلة جدا. هنعمل الكيك الاقتصادي اللي في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هيطلع معانا هش وجميل زي ما انتم شايفين. طالع طري جدا وهش جدا، شبه الكيكة الاسفنجية. طالعة جميلة وناجحة معايا، وشايفين هشة ازاي وطرية قوي وطعمها جميل، هتعجبكم. بس قبل ما ابدأ المقادير بتاعتي حابة اقول لكم ان الفيديو ده بالتعاون مع قناة يوميات أسرة عصرية لصاحبتها شيماء. قناة جميلة جدا ومتميزة جدا. هتقدم لنا النهاردة وصفة كيكة برضو للناس اللي عندها مشكلة في الفرن او ما عندهاش فرن. هتعمل لنا كيكة بدون فرن جميلة قوي هتعجبكم. عايزاكم بعد ما تخلصوا الفيديو تروحوا تشوفوا الكيكة بتاعتها، وان شاء الله تشتركوا في قناتها لو انتم مش مشتركين. وهي عامله لكم قوائم تشغيل تسهل عليكم التصفح الفيديوهات بتاعتها، هتعجبكم قوي. يلا بينا بسرعة بقى نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف المقادير. قبل ما اقول المكونات بتاعتي حابه اقول لكم ان احنا مولعين الفرن على درجه حراره 180 عشان يسخن. عشان قبل ما ابتدي اشتغل في كيكه لازم اسخن الفرن بتاعي. المكونات بتاعتي بسيطه جدا. معلقه صغيره من الخل، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وعندي ذره ملح، وفانيليا. ممكن بودر، ممكن فانيليا سايله، المتاحه موجوده عندك مفيش مشكله. و3 بيضات، وكوباية من السكر، وكوباية من الحليب او اللبن، وكوباية الا ربع زيت. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا وهنبتدي نشتغل في الكيكة بتاعتنا. حط البيض الاول في الخلاط، وهحط فيه السكر والفانيليا، ونبتدي نضرب في الخلاط المكونات كويس جدا لما السكر يمتزج مع البيض ومع الفانيليا ويبتدي يعمل قوام كده وتلاقيها علت معاكي. هنا بقى هنضيف الحليب وهنضيف الزيت. نضرب كويس كل المكونات دي في الخلاط، وكده خلاص مش هحتاج الخلاط تاني. هفضيه بقى في بولة عندي اللي هعمل فيها الخليط مع الدقيق. هبتدي احط عليه معلقة الخل وذرة الملح والمعلقة الكبيرة من البيكنج باودر، وعندي الطحين حوالي او الدقيق حوالي 2.5 كوباية. انا هنزل بيهم على حوالي 3 مرات شوية شوية. يعني هنزل اول شوية واقلب، نحط شوية كمان ونقلب، ونضيف اخر جزء ونقلب الخليط كويس جدا. عايزاه يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، هو ده القوام اللي انا عايزاه. واجيب عندي القالب بتاعي بدهنه، طبعا ابطنه بالدقيق والزبدة او بالزيت حتى والدقيق مفيش مشكلة، وانزل بالخليط بتاعي. وطبعا الفرن عندي سخن على 180. الكيكه هندخلها الفرن هتاخد حوالي 40 دقيقه او 45 دقيقه على درجه حراره 180، ونشوفها بعد ما تطلع. دي الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت طالعه هشه وجميله. هقلبها بقى وتشوفوها شكلها عامل ازاي. هنا انا قلبت الكيكه بتاعتي، شايفين طالعه هشه وجميله وطريه وحلوه خالص ما شاء الله. طريه جدا ومش معجنه مش مكتومه، طالعه هشه وحلوه. هقطعها لكم دلوقتي وهتشوفوا شكلها عامل ازاي. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، ولو مش مشتركين على القناه واول مره تزورونا تشتركوا على القناه، ولو في اي كومنت اكتبولي في التعليقات. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على قناة ابداعات ندى. وما تنسوش تتابعوني على قناة التانية بيتك وجمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.